دعوة العاهل المغربي الموجهة للصحراويين للعودة. يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. دعوة العاهل المغربي الموجهة للصحراويين للعودة. ما كيدخل بين الدفار واللحم غالوسخ، هذه معروفة. مع الأسف كاين واحد الناس كيدخلوا بين الناس ماشي باش يجمعوا، إنما الغرض ديالهم يفرقوا. العودة إلى المغرب. أذكار صباح وأذكار المساء وأذكار النوم. المروك 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 المروك. أو البقاء في انفصال عن المغرب. هذا حلمته من زمان، كنت باغي باش يتحقق لكن ما تحققش. هو الاستفتاء، تنظيم الاستفتاء. وما عطاك الله، لأن الاستفتاء هي الآلية الوحيدة التي ستمكن الشعب الصحراوي من الرد على العاهل المغربي. واخويا تفرق معايا الله يرحم والديك. بالعودة كما يطلب أو بعدم العودة والبقاء في حياة مستقلة عن المغرب. الجواب هو الاستفتاء، والاستفتاء هو الحل الفصل في هذا الموضوع. اختي فاطمه، اريدك البال عليها نجيك فاس ها فاس. يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.